اهلا وسهلا حبيباتي. اليوم جيت نشارك معكم بالضبوط اولا المخمار. المهم عندنا هنايا المقاطع، عندنا هنا جوج زلافات ديال الفينو، جوج زلافات ديال الفينو جبانيه، جوج زلافات ديال الفينو. عندي زلافه ديال الفورص البنات يكون مغربل. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا معلقه ونص ديال الخميره عفوا، عندنا معلقه ونص ديال الخميره حبوب، معلقه ونص. المهم هاد الخمات هادو كيجيو زوينين محلولين، يعني فنين هنا. الماء على حسب الخليط، يعني حاجه طبيعيه، الماء هنا كيبقى على حسب الخليط، كيبقى الماء هنا على حسب الخليط، على حسب العجين. يعني انسان كيحاول انه يجمع العجينه ديالو. انا كنفيلمي لكم غير بايد، اسمحوا لي، يعني عنديش كيفاش نفيلمي، انا كنفيلمي غير بايد. عندنا والله الا عيطت على ماما في شدت ليا هاد اللقطه هادي باش نحاول انني نكمل معاكم. المهم جمعت العجينه ديالي كيف ما كتبان لكم هنا، العجينه دلكتها مزيان، حاولت انني ندير عجينه بلديه، ما كاين لا عجانه لا والو. المهم هنا عجنت عفوا العجينه مزيان، جمعت الخليط. هنا كتخليو العجينه ترتاح مده نص ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا الفوليوم ديالها طلع اكثر ومرتاحه. المهم الحاجه الوحيده اللي غنقول لكم البنات، جيت نبارطاجي معكم واحد الفكره جديده. اللي ما كيعرفش يجمع الكويرات ديال الخبيزه او ديال المخمار، المهم كما كنقولوا حنا ما كيعرفش يلبب. هنا كتاخذوا كاس ديال الماء، يكون الفم ديالو شويه واسع، صافي كيف ما كتبان لكم في الصوره، كتبان لكم بصوره واضحه. ما كتبقاو ولا تلبوا، ما كتبقاو ولا تعنكشوا معاه لا والو. كديروا كاس وكتضغطوا على العجينه، كتخرج لكم بهذه الطريقه هذه، سريعه جدا وخفيفه وفكره جديده يعني دغيا دغيا. المهم انا ديجا كنديرها، ولكن ما كاين اللي ما كيبارطاجيهاش، انا حاولت نبارطاجيها معكم. طريقه جد سهله البنات، اللي ما كتعرفش انها كما كنقولوا حنا تشكل كويرات صغار. هاد الطريقه هذه جد بسيطه وسهله بزاف. المهم كما كتشوفوا معايا، انا حاولت نشد لكم الاولى الثانيه، ونحاول عاوتاني نكمل معكم الفكره، حتى تنتبهوا يعني تشوفوا الفكره مزيان. ها هو الكاس ديال الماء، شويه الفم ديالو ماشي ديال اساي ديال العنبه اولا ديال اساي ديال العنبه نقدروا نعتمدوا عليه في البيتزا. اما هكا لا، هكا يعني كتعتمدي عليه في البطبوط، كتعتمدي عليه كثر فكثر في الكوصه البنات. شتي كيفاش كتخرج؟ طريقه جد سهله جدا وطريقه ذكيه جدا، وبزاف اللي كيعرفوها وقدروا ما كانوش بارطاجوها معكم. ولكن أنا قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش، فكره جديده كتجي قاده يعني دغيا، صافي ما كتبقايش تضربي معها تامه. المهم حاولت نبارطاجي معكم الفكره وصافي. انا بقيت مستمره هنايا احسن نشكل كويرات ديال العجين ديالي كاملين. المهم نكمل معكم، وخليت ان كما كنقولوا حنا المخمار كيحاول انه يرتاح ويخمر واحد نص ساعه اخرى. بما طلع صافي وكتبداو انكم تخبزوا فيه. المهم كيجيو فيه لي ساندويز زوينين، كيجي محلول، كيجيو لي ساندويز زوينين. كيحاول المهم اللي كيبغي يدير الفرماج ولا الجبن ولا الزبده ولا، المهم هما هاد المخيميرات هادو كيجيو بساط. اللي ما متوفرش ليه الخبز في الدار كيحاول ان دغيا ينوض يجرب عليهم يصاوبوهم وصافي. انا ملفه كنديرهم ديال القمح، ولكن قلت علاش ما نجربش ديال الفينو. اما انا في الاصل ديالي كندير المخمر ديال القمح صراحه، ولكن حتى الفينو تا هو كيجي زوين. طريقة جد سهلة وبسيطة البنات، طريقة جد سهلة وبسيطة. أكثر حاجة اعتمدوا عليها في القرص، بصح في القرص كتجي هائلة، يعني كتجي دغيا خفة لتربن. كتهزو كتحطو في اللاطة، كدهنوا القرص ديالكم، كتزوقوهم بالجنجلان ولا بالنافع وكتحطوهم. المهم طريقة القرص دابا نبارطاجي معكم الطريقة ديال القرص حتى هي. المهم حاولت نكمل هنايا ونجمع العجينه ديالي كامله، اللي
عجنتها واللي انني غادا نكملها في الجميع ديالها. ممكن نوريكم انا غير الطريقه اللي انا كنقول نبازي عليها اكثر باش ان تاخذوا ابسط الفكره. يعني كي واحد المثل الحاجه البسيطه كتجي زوينه. يعني كاين اللي ما كتعرفش، انا كنت كاع ما كنعرف كما نقولوا انا نشكل كويرات ولا نصوب خبيزات ولا بحال هكا البطبوط. المهم هنا كنوريكم انا طريقه جد سهله وجد بسيطه هنا كنكمل معكم. المهم كنتمنى من الله ان انا باقا مستمره واخا الدعم ما كاينش في القناه ديالي، ولكن الحمد لله انسان كيحاول انه دائما يبارطاجي. كاين اللي يلا كيدخل اليوتيوب كيحاول يشوف، كاين اللي مهم. اما هو البطبوطه كلشي كيعرف ليه، كما كنقولوا حنا المخمار ما كاينش اللي ما كيعرفش ليه، ولكن كتبقى غير هاد الطريقه هذه سهله جدا ديال الكاس. المهم كما كتشوفوا دابا انا حاولت انني نقرص البطبوط ديالي وكان نوريكم دابا زعما يعني البطبوط ديالي صافي كملته في التكراس ديالو. كنحاول نعطيه نص ساعه ديال الراحه ديالو بمخمر ليا، ومن بعد راني كنحاول نخبزو. المهم هنا انتقال الخبيز ديال البطبوط هنا كنخبز فيه. كما كيبان لكم ان البطبوط راه تبارك الله منفوخ. انا والله لا حرقوني يديا الله يسمح لنا من ايدياتنا وصافي. المهم هنا كنحاول انني نبين لكم ان البطبوط تبارك الله منفوخ. كتحليه كديري فيه الفرomاج، كديري فيه كاتشا، كديري فيه اللي بغيتي، كيجي في الساندويتش فن بالطون والخس. المهم افكار. هنا كملت الخبيز ديال البطبوط جا فن تبارك الله كيشهي ديال الزبده وكويساتاي ولا ديال اي حاجه. المهم بصحه وراحه، وكنتمنى من الله انكم تدعموني وانكم انا يلا باديه في القناه. المهم كنتمنى من الله انكم تدعموني ودائما معكم ان شاء الله جديد. هذه غير ابسط الاشياء حاولت نبارطاجيها معكم، وان شاء الله يكون خير. وبسلام عليكم. اللي مازال ما دخل عندي يدخل يتابونا، ما كاين باس. كنا نطلعوا بعضياتنا بالصحه والراحه، والبطبوط ديالنا ها هو ولد بصحتكم وراحتكم. شكرا.